الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حاسه ان خلاص بدأنا نرجع تاني لفقرتنا الليليه بتاعت كل يوم. عايزه اقولك على حاجه، وهي ان عادي جدا انت كست بيت، انت كبنوته، انت كمرأة عموما. وليه بتكلم بس عن الست؟ لاني انا يعني اكتر من 95% من الفولورز عندي بنات، عشان كده طول الوقت هتلاقوني بتكلم مع البنات. عادي انك تصحي من النوم مش قادره تعملي حاجه، مش عايزه تعملي حاجه، عايزه تفضلي قاعده على الكنبه ما تعمليش اي حاجه في حياتك. هل انت كده بني ادمه فاشله؟ مالكيش لازمه؟ الناس اللي حواليك احسن منك؟ لا، يعني خليني اقولك ان عادي انك تصحي مش قادره تعملي حاجه، ما عندكيش طاقه، بس ما تخليش الحاله دي تسيطر عليكي لدرجه ان انت تبقي قاعده كده بالايام والاسابيع والشهور. كده اقدر اقولك ان انت في مرحله خطر. لكن لما تصحي من النوم مش قادره تعملي حاجه وتستسلمي، عادي. يعني ممكن يكون الاحساس ده بيجي اكتر للامهات، علشان بتبقى طول اليوم بقى مع البيبي ورايح وجاي وبيزن وعايز ياكل ومش راضي ياكل وحاجات عكس بعض وكده. بتيجي عليها وقت مش قادره تعمل حاجه خالص. ده طبيعي، ما تحسيش ان انت مذنبه او مقصره. انا مش هكدب عليكم اقول لكم ان انا دايما بستسلم الاحساس ده، لا، انا بيجي لي الاحساس ده من وقت للتاني، وده طبيعي جدا. وساعات كتير مش بستسلم، يعني ساعات كتير بقول لا، انا هقوم دلوقتي افرح نفسي بحاجه انا بحبها، اشرب حاجه لذيذه، اتفرج على حاجه حلوه ترجعي طاقتي تاني. وساعات كتير بستسلم، اقول عادي، ايه المشكله لما عايزه ابص كده في الحيطه يعني ولا افكر في حاجه ولا اعمل اي حاجه. فقصدي اقول لكم ان في ناس كتير بتحس بالذنب لما ما بتحس الاحساس ده. ما تحسوش بالذنب يا جماعه، احنا بني ادمين عادي، ممكن نفصل. الاجازه بتفصل، الاجازه سمارت، يعني الاجازه الذكيه بتفصل، ما بالك احنا. فده طبيعي والله. طيب على سيره بقى الاحساس بالذنب، مش قادره اوصف لكم انتوا لما يعني انتوا كأمهات او لسه ده في مرحله جايه، انتوا مش فاهمين الامهات بتحس بالذنب طول الوقت ازاي. الموضوع ده وحش قوي. وده بقى اللي خلاني لا، انا عايزه اسيطر على نفسي في حته ان انا مش كل شويه احس بذنب، كل شويه ابقى حاسه ان انا عايزه اعيط وحاسه ان انا مقصره مع ابني. عايزه اقول لكم انتوا تحسوا بالذنب بسبب وبدون سبب. حط حمزه في الكار سيت ورا مثلا في العربيه بيعيط، لا انا حاسه بالذنب، انا عايزاه يبقى في حضني كده. طب يا ست، دي حاجه اصلا كويسه ليه انك تبقي مع ده ورا. حاسه بالذنب لما مثلا هو ما بياكلش فاست فود مثلا، واحنا قاعدين بناكل قدامه وهو واكل اوريدي وعايز ياكل، وانا مش قادره، ما اقدرش ان انا ما ادلوش، ده ابني. فاهمين بقى؟ في احساس بالذنب طول الوقت. انتوا عايزين تعملوا له كل حاجه في الدنيا وتبقوا ماشيين صح وبرفكت 100%، عشان ده ابنكم وحته منكم. فاهمين قصدي ايه؟ بعدين كتير قوي بقى بفكر، واحنا ليه كبني ادمين او كستات بنسيب المشاعر تتحكم فينا بزياده؟ يعني مثلا وقت معين في الشهر بتبقى فيه عندنا لخبطه في الهرمونات والكلام ده طبيعي عند كل بنت وكل ست. فده بيجي مع ناس كتير قوي بعياط وقريفه ومش عارفه هي بتعيط ليه، ودي هرمونات، لخبطه في الهرمونات. بس صدقيني انت اللي بتستسلمي للحاله دي. يعني انا بتيجي عليا وقت كبير كل مره في الشهر كده اجي فجاه الاقي نفسي مقريفه، مش متظبطه، في حاجه غريبه. ادخل على الابلكيشن الاقي ان عرفت ليه انا مش متظبطه. مش بستسلم بقى، مش بقعد بقى اسمع اغاني حزينه واقعد لوحدي واكتئب، لا، بفصل نفسي عن مود الكآبه والاريفه وان انا متضايقه. وخلي بالكم في الوقت ده بقى انتوا بتدوروا على اي حاجه في حياتكم تبقى بجد مضايقاكم وتقعدوا تفكروا فيها فتتضايقوا اكتر فتعيطوا اكتر. ما تستسلموش لهرموناتكم احاسيسكم والله العظيم. خليني ابقى فيمينست شويه بقى واقول لكم ان بجد الستات ذكيه، بجد الستات بمزاجها جدا. انا عايزه اقريف دلوقتي هقريف دلوقتي، انا عايزه ابقى لذيذه دلوقتي هبقى لذيذه دلوقتي. انا كنت فاكره ان انا موديه عشان انا برج الدلو، بس هي ملهاش علاقه بالابراج، دي علاقه بالستات. الستات موديين جدا، بيعرفوا يتحكموا في مشاعرهم، بيعرفوا امتى يبقوا رخم وامتى يبقوا لذاذ، امتى يبقوا فرفوشين وامتى يبقوا نكديين. كل ده بمزاجنا، مفيش حاجه بتتحكم فينا ابدا، صح؟ قولي لي فبجد عايزين نثبت طول الوقت لنفسنا ان احنا مفيش حاجه تقدر تسيطر علينا. ايه PMS ولا مش عارفه ايه، مش مشكله، انا كويسه، مش مقريفه، عادي. انا المفروض ان انا ابقى مقريفه، بس انا مش هقريف بقى. بس ساعات تطلب مع الواحد غصب عنه بقى. يعني انا ساعات والله جيت في مره مش فاكره حاجه ضايقتني وقتها وما تستاهلش خالص، لقيت دموعي نازله. انت ايه الهبل؟ انا بعت لي الموضوع ما يستاهلش. مره برضو حصل موقف كده،
كنت برضو في وقت في الشهر كده مش لذيذ خالص وبعدين بسخن اكل في الميكرويف. الكلام ده من كتير جدا يا جماعه. بسخن اكل في الميكرويف، فحطيت الطبق والاكل جواه، كان مكرونه تقريبا، كان حاجه كده، حطيته في الميكرويف. اول ما طلعت الطبق، او الطبق مقسوم نصين، معرفش بقى السخونيه، الطبق كان فيه ميه مش عارفه، الطبق مقسوم نصين وقع على الارض. قعدت اعيط عياط، تخيلوا قعدت اعيط عشان المكرونه، يعني عادي يعني ممكن يبقى في الحله مكرونه تاني. بس عارفين انتوا بتبقوا، انا بدور على حاجه، بدور على حد يعمل لي كده عشان اقوم معيطه. فهي ساعات بتبقى مسيطره علينا جامد الاحاسيس والمشاعر دي، بس عادي ما نقدر نحاول نتغلب عليها يعني، عشان ما ندخلش في المود قوي. مود الكآبه والحزن والكلام ده بجد بيأثر على البني ادمين بشكل مش طبيعي بجد. امبارح لما قلت على موضوع الجو لما بيبقى ما بين الفصول وكده، وان بيبقى فيه اكتئاب واريافه، ناس كتير قوي بعتت لي قالت لي ان هم كمان بيحسوا كده، وان علميا ده اسمه الاكتئاب الموسمي. ده اكتئاب بيحصل مع ان يا جماعه يعني من الصيف للشتاء. احنا دلوقتي الجو بدأ يبقى تحفه تحفه، بس الجو سبحان الله في حاجه غريبه. فهو طلع فعلا اكتئاب موسمي، بس بقى نحاول ما نسيطرش علينا زي ما قلت لكم، يعني ما ندخلش نفسنا في المود ونقعد نسمع اغاني حزينه. عشان انا زمان كنت كده قبل ما اتجوز وانا صغيره، كنت لما احس باي اريافه اقعد اسمع اغاني حزينه وافلام حزينه وادخل في المود قوي اللي هو انا مش هعرف اطلع خلاص. فلا دلوقتي انا بقيت العكس، يمكن عشان كبرت وعقلت مثلا او مش عارفه، بس بقيت اتفرج على حاجات لذيذه. ان انا بطلت اتفرج على حاجات كئيبه بقالي كتير ومش عايزه اتفرج، حتى لو انا كويسه ومبسوطه ما بتفرجش خلاص، عشان افضل في مود لذيذ ما ينكدش عليا وعلى الناس اللي حواليا.